مرحبا أحبائي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد، وأهلا وسهلا بالمشتركين الجدد. إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوني أنا بيمان. بنقول لكم وصفاتي وطبخاتي بحب، وشكرا لكل من اشترك بالقناة وعم يدعم القناة. حلا اليوم حلا اقتصادي سهل، مكونات موجودة إن شاء الله في كل بيت. رح نعملها بمكونات بسيطة وبدون أي تعقيد، وبنفس الوقت فخم وراقي وحلا طعمتها فظيعة. بالبداية المكونات عندي 500 ملي حليب. رح أضع الحليب في وعاء، وعندي 3 ملاعق نشا، 3 ملاعق كبار. رح أضع النشا على الحليب. إذا ما عندنا نشا ممكن نستعمل الطحين. رح أضع ملعقتين ونصف سكر، وعندي فانيليا نصف زرف، وعندي كريمة البندق، وعندي بندق محمص مكسر. رح نعمل الطبقة البيضاء بطعمة البندق. رح أضع خلطة المواد الجافة في الحليب ووضعتها على النار. قبل ما يغلي الحليب رح أضع ملعقة كبيرة من كريمة البندق. ممكن إذا ما عندنا كريمة البندق ممكن نضع أي كريمة تانية، ممكن كريمة الفول السوداني، ممكن كريمة اللوتس كمان طيبة وجدا لذيذة. رح وضعت ملعقة من البندق ورح أحط الفانيليا قبل ما يغلي الحليب، تقريبا ملعقة صغيرة من الفانيليا، ورح أرجع أخلط بالنهاية. قبل ما أطفي عن الحليب والخليط رح أضع 3 ملاعق البندق. البندق رح يضل مقرمش وما رح يطرى بالمهلبية. عندي كاسات الحلا، حطيتهم بقالب انجليش كيك وحطيت قطعة قماش تحتها، ورح أعمل لهم بشكل مائل. ممكن تصبوا بزبادي أو أي كاسات عندكم. هون راح أضيف نصف كيلو حليب، بتعملي 3 كاسات. أنا الكاسات عندي كاسات مش صغيرة، وهيك راح أخليهم يبردوا. وراح ننتقل للطبقة الثانية، طبقة الشوكولا. عندي 750 حليب 3/4 الكيلو. عندي 3 ملاعق كبار كاكاو خام غير محلى، كاكاو مر. وعندي 3 ملاعق كبار نشا الذرة. وراح أضيف 5 ملاعق كبار سكر. ممكن تقللوه، بس هون لأنه أضفت الكاكاو مر لازم نعدل الحلاوة ونزيد كمية السكر. راح أخلط المواد الجافة في الحليب حتى يذوب عندي كل المواد الجافة. وهيك بعد ما ذابت راح أضعها على النار وراح أحرك، ما راح أوقف في التحريك. وهيك بعد ما تقل عندي الخليط، أنا هون فكرت عم صور، حطيت ملعقة كبيرة من النوتيلا، من شوكولا النوتيلا، بس بعتذر لأنه ما تصورت معي. وضفتها فوق الطبقة البيضاء. بعد ما بردت طبقة المهلبية البيضاء بالبندق راح أضيف، وهيك راح أترك هون شوي، وبعدين راح أدخلهن البراد، وبعدين راح زينتهن بالبندق. هون البندق راح ممكن تزينوا حسب رغبتكم،
بأي شي، ممكن بالشوكولا، ممكن بشوية فستق، ممكن بالبندق. وعندي حبة بندق مغطاية بالشوكولا، ممكن تتركوها سادة كمان طعمتها رائعة. وهيك خلصنا مع الأطيب حلا راقي وفخم، وبجد كتير كتير لذيذة. وإذا جربتوها رح تدمنوها، وخاصة في رمضان. عن جد الطعمة خطيرة، وبتمنى بتجربوا الطريقة نفسها وتعطوني رأيكم. شوفكم إن شاء الله في فيديو قادم.